احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده قلنا نعمل مع بعض بقى كده كبسه بالفراخ باسهل طريقه. بيقولوا عليها كبسه الهام. كل اصحابي بصراحه بيعملوها في القناه وكده، فقلت لا اجربها بقى كده، واول مره اعملها وسهله جدا وما خدتش وقت برضو. قلنا بقى نجربها كده مع بعض، وتعالوا نشوف بقى المكونات مع بعض. جبنا حله بتاعتنا كبيره شويه، قلت اول مره اجربها فعشان كده جبت حله كبيره. خفت لا تلزق مني مثلا في الحلل بتاعتي وكده. ف وعامله كمان كميه رز كبيره شويه، فجبت اكبر حله عندي. جبت معلقه كبيره من السمنه زي ما انتم شايفين، سمنه بلدي طبعا. وحطيت عليها حبه زيت، حبه زيت كده حلوين برضو. هننزل بقى، كنت جايبه بصلتين كده مقطعهم قطع صغيره. طبعا كل واحد حسب ما حابب، يعني تعمل بصله كبيره شويه صغيره، انا بحبها بصراحه قطع صغيره. طبعا وبنشوح البصله بتاعتنا كده كويس. طبعا هي المفروض الكبسة بتحمري البصلة زي بصلة الكشري كده، بس انا بصراحة ما بحبش اي حاجة متحمرة قوي في البصل بصراحة، يعني حتى معظم اكلي بعمله ني في ني. ما بحبش البصلة تتحمر خالص. فكويس اللي انا اديتها اللون ده، يعني البصلة تبلت خالص معايا، دبلت خالص كده. كنت طبعا غاسلة الفراخ، كنت جايبة فرخة مقطعاها قطع كده عشان تستوي معانا برضو بسهولة شوية، وشايلة الجلد منها خالص. وحلو يعني الصفران بتاع البصلة دبلت معانا واصفرت كده كويس يعني. نزلنا بقى بالفرخة بتاعتنا. يعني نزلنا ايه، هي كانت فرخة ونص بصراحة يعني، على حسب عدد افراد الاسرة عندي. فقعدنا نقلبها شوية كتير كده، بحيث ايه تاخد من البصلة، وتاخد حتى ايه يعني هتتكرمل دلوقتي معاها، هتلاقيها البصلة اتحمرت خالص مع الفرخة. بصوا عملت ازاي. لو حرقناها بقى زي الكشري كده، كانت هتبقى توصل لأني مرحلة، فيعني كده احلى. حتى الطعم تلاقيه طعمه جميل بصراحة، كانت طعمها تحفة. انا اول مرة اعملها بصراحة، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا التوابل بتاعتها 2 من اللومي، عواد قرفة، ورق لوري، بابريكا، ملح، بهارات اللي هي الكبسة، وفلفل اسود. وطبعا هنديها بقى تقليبة كويسة كده، هنقلب فيها شوية حلوين بحيث تاخد اللون، وفي نفس الوقت تتشرب من البصلة والبهارات الفرخة بتاعتنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، خلينا اقول لكم الريحة كانت جميلة جدا بعد البهارات ما اتحطت طبعا مع البصلة والفرخة، الريحة كانت تحفة. بتنفع طبعا في العزومات، بتتعمل طبعا جميلة جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن، متنسوليش بقى في اللايك، واللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. بس بنقعد نقلب فيها بقى شوية كده لحد ما تاخد بس معانا اللون كده بس يعني. بنكون جايبين بقى 2 من الطماطم بشرينها. نحط الاول ربع فص توم كده، ربع معلقة توم. في ناس حباها وناس لا، يعني مش شرط، بس بصراحة بتديها طعم وريحة حلوة قوي برضو. انا كنت في يعني ممكن تومة نية وتقطعيها قطع صغيرة مفيش مشكلة، بس انا كنت فرماه في الكبة. بس بتديها تقليبة كده. بعد كده بتحط عليها بقى الطماطم. كنت عاملة 2 من الطماطم. بس كده بنديها تقليبة كويسة برضو، وبنحط معلقة صلصة كنت مسبكاها برضو عندي، وبنقلبها بقى كويس جدا، ونخليها بقى تاخد من الصوص اللي احنا حاطينه ده، يعني في حدود 5 دقايق كده على النار. ونكون غاليين طبعا مية من الكتل، مية مغلية. ما شاء الله تبارك الرحمن. بنسيبها 5 دقايق بس كده في الصوص اللي احنا حاطينه ده. بس كده بنجيب اهوت كده، سيبناها. جبنا ميه من الكتل، بنحط ميه، بنغطي الفراخ بتاعتنا، وبنغطي عليها بقى وبنسيبها شويه، بحيث ايه تستوي كده بنسبه مثلا يعني 70 كده في المية.
بنغطي الفراخ خالص كده بالميه. طبعا بنشوف الحدق بتاعها، لو كانت عايزه ملح ولا حاجه بنحط لها اهو. بس كده، وبنسيبها بقى معانا اهو. كنت محضره 4 كوبايات من الرز البسمتي، طبعا على حسب الرغبه، يعني انتوا حابين كوبايتين حسب ما انتوا عايزين، بس انا عامله هنا برضو يعني ايه بحس عدد افراد الاسره عندي. او كده خلاص سيبناها. طبعا غسلنا الرز بتاعنا كويس جدا كده، بنفضيه. بس كده بقى ايه حلوه قوي، مش محتاج ولا ميه زياده ولا هنشيل ميه، كده هتبقى مفلفله وجميله. انا بحب صراحه الرز كله بيبقى مفلفل، المفروض ما يبقاش مفلفل قوي، بس انا بحبه مفلفل. وكان زي ما شفتوا كده في اول الفيديو اللي كان اخر حاجه كان كويس، وما شاء الله يعني تبارك الرحمن كانت مستويه وجميله جدا. بس كده هنسيبه بقى خالص كده يغلي، هقوم مهديه عليه النار خالص بعد ما تغلي معانا. بس اهو استوى معانا اهو. سبته بقى في حدود يعني نص ساعه كده. طبعا انا حطيته عندي شياطه، حطيته عليها بعد ما اتشرب خالص، قمت حطاه شويه على الشياطه، استوى وبقى زي الفل. الرز والفراخ ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت طعمها جميله جدا وريحتها تحفه. بصراحه ريحتها كانت ماليه الشقه كلها، فارجو جربوها وتقولوا لي ايه رايكم. بصوا استوت ازاي، بصوا الرز الفراخ معانا ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا استوى وبقى زي الفل، وطعمها تحفه عشان طبعا متشربه من البهارات والبصل والرز وكل حاجه. طبعا جبنا السيرفيس بتاعنا طبعا وفضيناه فيه. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. بتبقى كويسة جدا طبعا في العزومات اما بتتحط كده في نص السفرة. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي.